ناس ولد الحسين وبهجمة ديل صراحة الواحد ما قاعد يشمت فيهم ولا قاعد يشمت في المريخ. لكن المهزلة اللي حصلت أمس وخسارة المريخ بالثلاثة دي بتوضح لنا إنه كالعادة وسنوين المريخ حيخرج من التمهيد. النازل هاي عشان مسدين الأمين عشان يتكلم إن المدرب فنكوش وما فنكوش وما فنكوش. أما المدرب الفنكوش ما واضح، يعني واضح المدرب الفنكوش ده مشي قدام لا مشي قدام. يعني نحن بالرغم جايبو كاسا ما أخذ فرصته، يعني كلها عبارة عن أسبوع ولا حاجة زي دي. الهلال شافه مو ماشي في الطريق الصحيح، الهلال شاف المستوى ما في الطريق الصحيح بالرغم إنه فترة إعداد. قاموا غيروا المدرب جابوا زيمباور. انت عايز تمشي البطولة عايز تتقدم لازم تجرب مدربين محترمين، مدربين أصحاب مستوى عالي. المدرب ده كان مدرب في الدوري الرواندي، يعني مدرب كنا لسه حاليا ده. ونحن زمان بنتكلم يا جماعة المريخ يركز في ورقه، المريخ يركز في ورقه، والجماهير المريخ تركز في فريقه، تدعم فريقه، تشوف مشاكله ايه. لكن المشكلة كل مشكلتكم بس مركزين مع الهلال. الهلال عمل، الهلال سوى، والهلال وين، الهلال وين، الهلال. حتى لما شلتوا بطولة غير مستحق فيها فساد كبير ولجنة الاتحاد احترف بالخطأ في البطولة اللي انتوا خدتوها قبل يومين دي بالقرار الظالم والجاري ده، الهلال الاتحاد احترف بالخطأ. ذنب الهلال شنو في الموضوع ده؟ الهلال ما عنده ذنب. الهلال رسل خطابات للاتحاد وقال له والله مشاركتك صحيحة. تاني انت تجيني تقول لي لا ده خطأ مشترك، انا ما عندي ذنب فيه. اخذت البطولة قلت والله نحن يا اخي شلنا البطولة ونهواه في كل الظروف، والبطولة كانت مستحقة وما انت ما مستحق، اخذت مسمار في الميدان ده. مستحق كيف بالمنطق؟ مستحق كيف تزول اتحزمت في الملعب؟ عشان كده المرخاب بيقيسوا الامور بالفهم ده، في سواء كان في المباريات الودية، سواء كان في الدوري الرواندي، سواء بيقيسوا الامور بالفهم ده. شايفين نفسهم بيغنوا نفسهم انه والله فريقنا افضل وفريقنا الاول وفريقنا في النهاية بيخرجوا من التمهيد. يعني هسه الفريق اللي شايفه ده حيهزم باور ديناموس؟ ما حيهزموا. باور ديناموس الموسم الماضي قدم مباراة محترمة، هزم نهضة بركان. نهضة بركان الهلال ما هزم، هو هزم. استعدوا لصدمة الخروج من التمهيدي من الآن. أنا بقول لكم الواضح، ما في خيار، ما عندكم خيار. غيرتوا المدرب زمن ما في، خليتوا المدرب طالع. والمريخ ده أصلا فريق دفاعي، يعني ما بيعرف يهاجم، بيعتمد على الهجمات المرتدة. امبارح حاول يهاجم، عمل ضغط، الناس ضربوا الهجمات المرتدة 3 أهداف زي الفل. وفي فرص كثيرة ضاعت، لو جوكوا المباراة كاملة بتشوف الكوارث الحاصلة. يعني تخيل دي 3 أهداف غير الفرص الضاعنكة. عشان كده الناس تحاول تركز في فريقها، تحاول تشوف مشاكله وين تعالي وين. يا ابو هجمه ود الحسين، ركزوا في فريقكم وخليكم الناس منطقيين. ما كل مره تسبقون نهواه في كل ظروفها، هو في كل الظروف نغمه يقعد محبه سجلوها اغنيه عادي، غير كده ما عندكم حل. يقول لك الهلال عمل، الهلال سوى. لا الهلال ده بعيد، ده اسمه الهلال. شوف اللي اسم عليك الله الهلال، يعني حاجه كده اظبط انظر لها بالعين ما بتلحقها، حاجه كده بعيده في مستوى الألغ والجمال. العموم ابقوا عافية، الناس تعمل شير وطعم الله لهذه القناة. السلام عليكم.